اشراف على الحساب ده، خلينا اكتم الموت ده. ارمي اديني اشراف على الحساب ده يا شيخ. كتاب السنه يا ناس، السنه. سالت ابا عبد الله يقول يكتب عن الرجل اذا قال مات معاويه على غير الاسلام؟ قال لا. هذه الفتوى يا مطي، فتوى امامك هي. قال لا، ثم قال لا يكفر رجل من اصحاب رسول الله. يا مدلس يا شذاب يا شذاب يا ملعون، شلون تشذب على العالم يا مطي؟ لك لوح ما تستحي على وجهك يا مطي. ابن مطي يعني شيعي، مطي حمار بالعراقي. عربي لي ذاك اللي بو سره بوها سي دايما مسلمانان كذا العربي سره بمشناخ پیدا سي لغه العربيه سره بمني داي دير خبره بري ولدي سره مدقس سره لقي لك شيخ هاشم. الشيخ هاشم ترجمت مطي بالافغانيه. يا ابن النرجس. الصفيه يا شيخ قاري في مجموعه اسمهم الصرخيه. الصرخيه دول عباره عن ايه؟ اتباع رجل اسمه الصرخي. بيعمل لهم ايه بقى؟ بيدوهم $2 مثلا في عشان يسجل له مقطع. يسجل مقطع ازاي؟ يطلع يقول لك جملتين 3، انت تيجي ترد مستحيل يديك فرصه ترد. يفضل زي ما انت شايف كده ويدلس ويكذب علشان يروح يبيع دينه وشرف اهله ب$2. اعوذ بالله. فهو دول اسمهم كلاب الصرخيه. ده كتاب الامام احمد، كتاب السنه هم. طبعا الكلام ده لويه نفسه الراوي قال لك ايه؟ قال لك كذب عدو الله. يعني الذي نقل هذا الكلام قال كذب عدو الله. يعني انت دلوقتي تاخد من وادي كتاب السنه لابي بكر بن الخلال، وطلعنا له كلام علي بن ابي طالب رماه في الزباله، طلعنا له نهج البلاغه رماه في الزباله. فاذا كانت كتبك معره عليك ايها الشيطي، فلماذا تقول انا رجل شيعي وادين ولا الله بالتشيع؟ كتبك معره عليك يا شيعي. بل جنरेटर में दर्द रहा तक ماكو كي. طيب شيخ هاشم، الان يا شيخ هاشم انا اسالك شيخ هاشم، الان يعني هو قال لما كان في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان معاويه على الاسلام. طيب في زمن الحسين لما توفي معاويه، لما قال رحم الله الحسين رحم الله معاويه، الان الحسين يعني ترحمه على معاويه يدل على ايش يا شيخ هاشم؟ هل يجوز الترحم على كافر؟ أحسن. نعم ترحم على سيدنا معاوية الحسين في كتاب، لكن الشيعة حرفوا الكلام. قال رحم الله معاوية وعظم لكم الأجر. ودي كتب كثيرة جدا من علماء الشيعة يقولون بهذا. أهو تفضل. نعم شوف في رحاب العقيدة، رحاب العقيدة عند الشيعة. دي كتب شيعة ان طالعين دول طالعين يجيبوا $2 ويسجلوا. هذا في رحاب العقيدة. سماحة المرجع مرجع ديني مش مطي زيك، مرجع ديني هذا. سماحة المرجع الديني السيد محمد سعيد الطبطبائي. مرجع ديني ده مش بتاع كفتة، مرجع ديني يا لوح، مرجع ديني. يقول وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول عمن قاتله إنهم إخواننا بغوا علينا، ولم يقل إنهم كفروا، ولم يسترقي نساءهم ولا يستحل أموالهم لأنهم أهل القبلة. يعني مسلمين يا مطي، مسلمين في كتبك. لا حول ولا قوة. هذه كتب الشيعة. يا أحسنت بارك الله فيك. يا أخي في واحد غيره، أظنه في واحد غيره، ما أدري أي واحد، حياة علي أم سيف، ما أدري أي واحد. هو صرخي ياخذ بالنعل وينزل، لا كرامة له، محترم ويحاور بأدب يا مرحبا. يتكلم ويصرخ من غير ما يسكت، لا، ما هذا مش جاي يتحاور. ليش أنا أعطيت لشيخ مشعل المسؤولية؟ علشان هو يعرف هذه الشيء، وهو الآن مسؤول في البث المباشر. أبشر شيخ، أبشر. أنا حماية للشيخ هاشم. نعم بارك الله فيك. سيف ने पुख्तने के कारी से दम दो वाला दे. سيف أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الموجودين، حي الله المشايخ
المحاورين. حيا الله الشيخ هاشم انداوي، شو اخبارك؟ مرحبا يا طيب. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. قبل شوي دخلت للبث والله عندك، يمكن قبل شوي كنت فاتح بث. نعم كنت فاتح بث. ما شنت لي بالتعليقات. حياكم الله اخونا. عليكم السلام وحياكم الله اخونا. تفضل. ذكرتني مو؟ لا والله مش متذكر. حضرتك شيعي؟ ما ادري والله بالضبط، قبل شوي دخلت. على المهم كل اللي اقول لك يا انت والمحاورين جزاكم الله خير، واسال الله ان يلبسكم لباس الجنه ان شاء الله، وابد لا تقصرون في حق هذول الانجاز. والله استمروا بالدعس عليهم وعلى دينهم وعلى مراجعهم، على قولة المصريين باوسخ قزمه يا جدع. والله بس شيخ هاشم لانهم ما يستحقون جديده، يعني لو الجزمه جديده ما يصير، هنشوف جزمه قديمه. ابشر. ويا مقدرها في الشوارع في كل مكان. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك الحال. جزاكم اكيد هنحترم. تفضل يا سيدي. نعم تفضل يا قيصر. تفضل. الله يبارك فيكم. صوتي واضح ان شاء الله شيخ هاشم؟ نعم صوتك واضح. الله يبارك فيكم. طبعا انتم تقولون عندنا دليل على اخذ السنه من امهات المؤمنين، جيد جدا. ده حتى جعفر الصادق في كتبك اخذ السنه منها، ولا تكذب جعفر الصادق؟ لا تسمح ان شاء الله نكمل فكرتي ان شاء الله. جعفر الصادق كان بياخذ الدين من امهات المؤمنين، تقدر تنكر؟ بعد ما طرح سؤالي يا شيخنا العزيز، اسمح لي ان شاء الله من فضلك. تفضل. نعم تقولون نحن ناخذ السنه من امهات المؤمنين، والقرآن أو النبي أوصانا بأخذ السنة من أمهات المؤمنين، جيد جدا. نعم لأن علي لم ينقض صلاة النبي وعبادات النبي عند الشيعة، فاضطرنا نأخذ من أمهات المؤمنين، لأن علي ما نقل عند الشيعة الدين. نعم. زين، مثل ما أخذتم الصلاة عن أمهات المؤمنين، لماذا رفضتم أن تطبقون الرضاع الكبير؟ يا أولا الرضاع الكبير موجود عند الشيعة. الرضاع الكبير. أنا سبحان الله، أنا والله يا شيخ هاشم أنا وضعت سهم إكس على اتصاله، توقعت أنه سيسبهم، لكن هؤلاء والله سبحان الله أبناء الخيم ما يتوبون. والله أبناء كما قال الإمام أبناء العرض والعرضين. أنا عايزك تترجم الكلام ده علشان أنا هقلب لك البث النهارده، هخليهم يضحكوا للركب. في عندنا حاجة اسمها ضحك العلامة الخوئي يقول، شوف شيخ عايزك فسر يا شيخ الكلام ده، لأن الكلام ده خطير جدا. هذا كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات للسيد أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية. قل لهم اسم الكتاب ده يا شيخ. صراط النجاة ده دي إمام خوئي. أغا كتاب ده سموك بار بادر تخوضي دي خديم خي بروانكي ده خوئي دي لو يا مرجع ده. تفضل شيخ هاشم. يقول: ما هو حكم شرب حليب المرأة الشيعية سواء كان الشارب زوجها الشيعي أم شخص آخر؟ العلامة الخوئي يقول: لا بأس بذلك في نفسه، يعني أن يجوز لكل امرأة شيعية تسقي حليبها للشرع اللي وراها. حتى في الأسواق كمان؟ نعم. لا أنت دلوقتي مثلا واحد شيعي راح يجيب كوباية ماي، فما لقي ماي، يجوز للشيعي إنه هو يخلي زوجته تخش تحلب شوية حليب منها يعطي بدل الماي. ما حكم شرب حليب المرأة؟ طبعا الكتاب شيعي، يبقى المرأة الشيعية سواء كان الشارب زوجها الشيعي أم شخص آخر. الخوئي يقول: لا بأس، ايش المشكلة؟ خليها ترضع الشوارع اللي جنبيها، ايه المشكلة؟ فسر لهم هذا الكلام خطير، كلام خطير. ده فتوى ده سي بصراط النجاة كده دي إمامي دي لو يا مرجع ده إمامي خوئي ورتواي ويدي خزي فبازار كي وشيء خزر وانا دس تغيس ولي او دي غيش وبنست نوري اي دي شو دي خلاص كي نسي خلا كي خپل خاون وي ام شخص اخر يا بل څوک يعني وخزر وانا د پردای سړی ورته راغله کله راغله نو مرتوه ستر دي برقدي دا غیره او باسه دا بلاګي نو لا باس بذلك يعني ود جواب ورک الامام خوئي لا باس اس پروانه كي يا شيخ هاشم حتى إخواننا الأفغانيين والباكستانيين كلهم يعرف كلمة لا بأس، لأن كم مرة وريتهم هذه الفتوى إمام الخوئي، شوف تعليقات كلهم يكتبون لا بأس لا بأس. ما أنا عشان كده عارف إن هم عارفين لا بأس، فحبيت إن أنت تترجمها لهم لا بأس.
لا بأس، يعني الخوئي نفسه زعيم الحوزة العلمية يقول لا بأس إن المرأة الشيعية تعطي حليبها لأي أحد. ما شاء الله ما شاء الله، لا بأس لا بأس. روح عاتب الخوئي زعيم الحوزة العلمية اللي أجاز لامرأتك الشيعية أنها تسقي حليبها لأي أحد، دي في كتبك يا عزيزي. طيب أبو دجانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا دجانة. حيا الله مشايخنا الأحبة، حيا الله للسنة والجماعة. حياك الله حبيبنا، يا مرحبا. الله يسلمك شيخنا. والله أنا الأخ أبو أبيل أرسل لي دعوة وما رفضتها، قبلت. إذا عاوزين تبقوني بقوني، ده ما في مكان أنزل. ده عشان لا خليك يا حبيبنا، ما دام موجود خليك. شوف الأستاذ جلال كاظم. جلال كاظم أهلا. حياكم الله. نحن قاعد نتكلم وراسا كتم وتنزيل، هي المصيبه هذه، ومتنزل تقول انتصر وهرب، يعني هذه المصيبه. لو تتكلم بهذا حماني تاخذ وتدي ماشي، والله ما نتجاوز يا هاشم، بس انت تستخدم اسلوب شنو؟ الكتم والتنزيل، وتقول انتصرنا. الحين سؤالك واكتم، خلينا نرد عليك. شوف اريد من عندك فقط 30 ثانيه. لا والله اريد من عندكم فقط 30 ثانيه اطرح ما عندي، وهاشم هنداوي جاوبني. ما فيش حاجه اسمها قول لي سؤالك وطلع لنا المصدر. يا رجل بالله عليك، كيف تجاوبني وانت ما سامعني؟ لا تسمعني اولا حتى تجاوبني. اطرح ما عندي. اي حياكم اخواني الاعزاء، في مسائل الامام احمد بن حنبل، هي اسمها مسائل. اولا ليست فتوى للامام احمد، وقلنا ان دلويه نفسه قال يا رجل ما كذب عدو الله، فنحن نقول ايضا كما قال زياد بن أيوب: من قال أن معاوية مات على غير الإسلام قال كذب عدو الله. طلعنا لك كتاب السنة لأحمد بن حنبل، طلعنا لك المسائل، وطلعنا لك سير أعلام النبلاء، طلعنا لك الإمام أحمد بنفسه يعتقد أن معاوية من المبشرين بالخلافة. تيجي أنت سبحان الله تسيب كل المصادر دي وتظل مطي زي ما أنت، لا يبقى أنت كلب من كلاب الصرخ، ما لا كرامة لك. يقول لك فتوى، شوف الكذب، يعني أقسم بالله العلي العظيم يتقربون إلى الله يعلمون جيدا أنهم يكذبون، ومع ذلك يظلون على الكذب. أعوذ بالله. والله يا شيخ هاشم، أنا مرات أتأمل، يعني هل الله يمكن لكافر يحكم المسلمين ويدير بلاد الشام؟ أغبياء